ترحيل مجموعه من نقاط جدول الاعمال ديال الجموع العامه السابقه. تم في مناقشه التقرير المالي ديال التقرير الادبي ديال الفتره ديال عزيز البدراوي، ثم التقرير المالي كذلك. وكان واحد النقطه اللي عرفت واحد الخلاف كبير بين مؤسسه المنخرط وهي المصادقه على المنخرطين الجدد. كان ما يزيد على 90 منخرط اللي خاص، كان هنا يعني القانون تيقول بانه المنخرط ما تكتسب الصفه ديالو حتى يصادق عليه الجمع العام. كان هناك اختلاف في وجهه نظر بين مؤسسه المنخرط، فتم ارجاء البت في هذه النقطه الى غايه الجمع العام العادي الذي من المفترض سينعقد بعد نهايه الموسم، بعد ان شاء الله باش الحصول على البطوله والكاس. هذا هو اللي ممكن نقول ان شاء الله يا ربي. كاين هناك دعم كبير من طرف مؤسسه المنخرط. تنعرفوا بانه واحد النقطه مهمه جدا اللي خصنا نسلطوا على الضوء، وهو ان الرجاء، الراس مال ديال الرجاء او اكبر ميزانيه تتحصل عليها الرجاء وهو من مداخل ديال الجمهور، وانه ليس هناك اي تعويض الرجاء من فقدان هاد المداخل هذه اللي هي مداخل مهمه. وصلت المداخل ديال الجمهور وصلت في العاد ديال المكسب ديال الزيات الى 2 مليار و700. بالنسبه للرجاء في كاس العرش وكاس البطوله كان ممكن في الماتشات البطوله، اعتذر، بالنسبه للبطوله وكاس العرش كان من الممكن ان تكون مداخل كبيره في الاستقبال ديال الرجاء في مركب محمد الخامس. فكان من النتائج ديالو كاين هناك ازمه الان اللي في حقيقه تنشكروا اللاعبين وتنشكروا الاطقم التقنيه على الصبر ديالهم وعلى البقاء ديالهم على التنافسيه. فكان هناك قرار من مؤسسه المنخرط انه يكون هناك دعم للنادي، وكان هناك واحد الدعم كبير، والدعم لا زال مستمرا، وخصوصا انتظار الدوره الاخيره ان شاء الله اللي غتكون في وجده، ونتمنى ان شاء الله نحصلوا على اللقب 13 ان شاء الله في وجده ان شاء الله.